في باريس. تعال اقول لك على واحد من اجمل الاماكن الفوتوجينيك في المدينه كلها. ازاي جسر بيكون من اهم معالم المدينه، وازاي لما سالت اصدقائي ازوري في مدينه باريس قالوا لي لازم تزور بونت الكسندر، واللي هو واحد من اجمل الاماكن حرفيا في مدينه باريس. المكان ده من رايي الشخصي بيعتبر اجمل مكان في باريس كلها. هو بصوا الفيو هناك عمل ازاي، شايفين برج ايفل وتلف تاني ويجي بونت الكسندر. تعالوا بقى نطلع فوق الجسر ونشوفه هل هو فعلا جميل زي ما بيقولوا او هو اوفر ريتد زي اماكن تانية في مدينه باريس. الكسندر يا جماعه هو عباره عن كوبري بيعدي نهر السين. بصوا جمال، من اكتر الاماكن الفوتوجينيك في مدينه باريس كلها. بيميزوا الزخارف اللي موجوده على طول جانبين الكوبري، والمدرسه العسكريه الفرنسيه هناك اهو اسمها ايكول ميليتاو. وطول ما انت ماشي على الكوبري بتلاقي ناس بتصور وبتتصور. الغريب في الكوبري ده ان هو فعلا من اكتر الاماكن الفوتوجينيك في باريس كلها، بيعمل لك فيو على المدينه بشكل غير طبيعي. يعني مثلا انت واقف هنا بتشوف برج ايفل، بتشوف المراكب اللي بتعدي في نهر السين، لو بصيت الناحيه الثانيه اهو بتشوف المدرسه العسكريه الفرنسيه او الكليه الحربيه الفرنسيه. طبعا الكوبري ذات نفسه تحفه معماريه لا يعلى عليها. يعني انت لف من على الكوبري مثلا، بص الناحيه الثانيه شايفين التماثيل الذهبيه اللي هنا واللي هنا، شايفين الاضاءه والاعمده. طبعا الكمان ده بالليل لما الحاجات دي كلها بتنور بتكون شكلها رهيب جدا. وبونت الكسندر النهارده بيعتبر واحد من اهم المعالم اللي بتميز مدينه باريس، وتسمى على اسم القيصر الروسي الكسندر الثالث، واللي كان واحد من المؤسسين الرئيسيين في التحالف الروسي الفرنسي في اواخر القرن ال 18 لمواجهه توسع الامبراطوريه الالمانيه. وقعنا دلوقتي حرفيا ان احنا فوق بونت الكسندر. تبص الناحيه دي كده تلاقي نهر السين، على ايدي الشمال هتلاقي تور ايفل او برج ايفل، وعلى ايدي اليمين بس مش باينه هتلاقي قوس النصر او ارك دي تريومف. نهر السين بيقسم باريس نصين، النص اللي فيه برج ايفل والنص التاني اللي فيه الارك دي تريومف او قوس النصر. والعجيب ان في روسيا وبالتحديد في مدينه سان بطرسبرج في كوبري مشابه جدا لبونت الكسندر واسمه كوبري الثالوث، واللي بيعتبر واحد من اهم معالم مدينه سان بطرسبرج السياحيه، وبيعتبر اشاره على التحالف القديم بين الامبراطوريه الفرنسيه والامبراطوريه الروسيه قبل الحرب العالميه الاولى. والحقيقه ان انا ما كنتش ناوي اعمل فيديو طويل كده عن بونت الكسندر، بس من جمال المكان قررت ان انا اعمل لكم فيديو طويل اوريكم فيه كل الفيديوهات القصيره اللي انا صورتها على بونت الكسندر، واوريكم ازاي المكان ده جميل وازاي بيعتبر فعلا واحد من اجمل المعالم اللي هتزورها في مدينه باريس، واللي لازم تزورها لما تيجي مدينه باريس. اوه ايه الجمال ده، الشمس طلعت وبص منظر بونت الكسندر عامل ازاي. اما ده فمنظر الكليه العسكريه في خلفيه بونت الكسندر. شركة رينو عاملة تحت زي معرض للسيارات مفتوح اهوت، رينو جروب عاملة معرض للسيارات وبتعرض سياراتها البوديجاردات طبعا،